اليوم جايبت لكم سالفة مختلفة تماماً عن كل السوالف اللي مرت عليكم قبل. سالفة فيها وجع وفيها أمل وفيها حب ما يخطر على بال أحد. وقبل لا أدخل في التفاصيل أتمنى تكملون معاي للآخر، لأن النهاية غير كل التوقعات. أنا اسمي حياة، عمري 26 سنة وأشتغل معلمة في مدرسة ابتدائية حكومية بالرياض. للحين ما تزوجت وما جاني نصيبي، رغم إن أهلي وبالذات الوالدة الله يحفظها من زمان وهم يضغطون علي إني أوافق وأشوف الابن الحلال اللي يسترني. وأنا ما كنت ماني رافضة الزواج، لكن دايم أحس إن النصيب ما جاء وإن القلب ما انفتح لأي أحد. أعيش مع أمي في شقة واسعة ومرتبة في حي هادئ شمال الرياض، قريب من كل الخدمات. أمي عمرها فوق 50 وصحتها مو ذاك الزود، بس تحاول تعتمد على نفسها وما تحب تثقل على أحد. وعندنا عاملة منزلية تيجي بالساعات من الجنسية السودانية اسمها أم عبد الرحيم، تيجي 4 مرات في الأسبوع تساعدنا في التنظيف والترتيب، ومن كثر ما اشتغلت معانا صارت كأنها واحدة من العيلة. أم عبد الرحيم عندها ولد وحيد اسمه عبد الرحيم، عمره 21 سنة. عبد الرحيم مو زي باقي الشباب في عمره، هو أصم وأبكم، يعني ما يسمع ولا يتكلم، لكن سبحان الله ربي عوضه بابتسامة ما تفارق وجهه، وعيون فيها طيبة ونور يخليك تحس بالراحة أول ما تشوفه. أمه دايم تسولف لنا عنه وعن بره فيها، وتقول ربي أخذ منه السمع والكلام، بس عطاه قلب أبيض مثل الحليب ويدين ما تعرف الكسل. كان يجي معها أحياناً إذا كان عندنا شغل تقيل في البيت، مثل تنظيف المجالس قبل الأعياد أو تغيير ترتيب الغرف. كنت أشوفه من بعيد وهو يشتغل بكل جد ونشاط، بس ما كنت أحتك فيه ولا أكلمه، لأني بصراحة ما كنت أعرف كيف أتعامل معاه ولا أفهم لغة الإشارة، فكنت أكتفي أسأل أمه عنه وهي ترد بابتسامة رضا ما تفارق وجهها. وفي يوم من الأيام تغير كل شيء. كانت الساعة تقريباً 9 الصبح، أمي نزلت للصيدلية اللي تحت العمارة تبي تجيب علاج الضغط لأنها نسيت تطلبه بالتطبيق، وأنا كنت وقتها أجهز نفسي للدوام، ألبس عبايتي وأرتب شنقتي. فجأة رن جوالي، رقم غريب. رديت وجاني صوت جارنا وهو يقول لي بصوت متوتر: يا بنتي، أمك طاحت قدام العمارة، شكلها تعبانة مرة، تعالي بسرعة. نزل قلبي في رجولي من الخوف، ما حسيت بنفسي إلا وأنا أركض مثل المجنونة على الدرج. وصلت ولقيت أمي تصيح من الألم ورجلها اليسار وارمة بشكل يخوف. ما كنت أعرف وش أسوي من الربكة، بس واحد من الجيران الله يجزاه خير طلب الإسعاف. ركبنا الإسعاف وراحوا فيها المستشفى على طول. هناك دخلوها الطوارئ، سووا لها أشعة، وبعد انتظار طويل قال الدكتور إن عندها كسر مضاعف في عظمة الساق ولازم عملية وتركيب أسياخ، وبعد العملية لازم تتنوم في المستشفى على الأقل 10 أيام. حسيت الدنيا كلها دارت فيني، الخوف كتم أنفاسي، بس الحمد لله سوت العملية ونجحت وصارت حالتها مستقرة. المشكلة الكبيرة اللي واجهتني بعدها إني لازم أداوم كل يوم، لأن رصيد إجازاتي مخلص والمديرة ما ترحم، وبنفس الوقت أمي محتاجة رعاية واهتمام وترتيب. ما كان عندي خيار إلا إني أكلم أم عبد الرحيم. شرحت لها الوضع كله وقلت لها: يا خالة، أمي محتاجة أحد يكون معها في البيت وأنا ما أقدر أخذ إجازة. قالت لي على طول: يا بنتي حياة، لا تشيلي هم، أنا بجي عندكم كل يوم لين تقوم الوالدة بالسلامة. ترددت شوي وبعدين قلت لها وأنا مستحية: بس عندي طلب صغير، عبد الرحيم لازم يجي معك لأني ما أقدر أخليه في البيت طول اليوم وهو ما يسمع ولا يدري عن الدنيا لو صار شيء. ابتسمت وقالت: البيت بيتك وأنا بجيه معي. وافقت، لكن قلبي كان شايل هم وجود رجل غريب في البيت طول الوقت. رغم إني واثقة في أم عبد الرحيم وولدها، إلا إن الفكرة نفسها كانت جديدة علي. أول يوم جاء عبد الرحيم مع أمه كانت الساعة تقريباً 8:30 الصبح. كان لابس ثوب نظيف ومكوي وعمامة سودانية مرتبة وريحته نظافة ومسك. سلمت عليه من بعيد، فرد السلام بابتسامة واسعة وهز راسه باحترام وحط يده على صدره. حسيت من عيونه إنه ممتن ومبسوط إنه يقدر يساعد أمه ويوقف معانا في أزمتنا. قالت لي أمه: ترى عبد الرحيم ما يسمع، بس عيونه رادارات ما شاء الله، يشوف كل شي ويفهم، وهو يقرأ ويكتب ممتاز، علمناه في معاهد خاصة بالسودان قبل ما نجي هنا. أعطيته دفتر وقلم وقالت لي: إذا بدك منه شي اكتبي له وهو بينفذ على طول.
بدأت أم عبد الرحيم تمسك شغل البيت والتنظيف، وعبد الرحيم يساعدها يشيل ويحط، وأنا جلست بالصالة أحضر دروسي وأجهز أوراق العمل لبكرة. وكنت من غير ما أحس أسرق النظر منه بعيد. لاحظت إنه ما يهدأ ولا يجلس دقيقة، عيونه دايم تدور على الشغل، مرة يشيل الزبالة، مرة يرتب الرفوف، مرة يمسح الطاولات، وكل هذا بيسويه من نفسه من غير ما أحد يأمره أو يوجهه. في لحظة وأنا مندمجة في شغلي حسيت بالعطش، قمت بروح للمطبخ أجيب لي كاس موية، ولقيت جاك الموية فاضي. توني بأتحرك أعبيه إلا وعبد الرحيم ينتبه لي قبل ما أتحرك. ركض بسرعة، أخذ الجاك من إيدي بابتسامة خجولة وملاه وجاب لي موية باردة. استغربت من سرعة بديهته وملاحظته القوية، أشرت له بإيدي بمعنى شكراً، فهز راسه بفرح كأنه طفل عطوه حلاوة. لما خلصت أم عبد الرحيم شغلة قالت لي يا بنتي أنا بروح الحين عندي شغل في بيت تاني، بس بخلي عبد الرحيم عندك لين الساعة 5 العصر. قلت لها تمام ما عندك مشكلة. مشيت أمه وبقيت أنا وعبد الرحيم بالبيت. كملت شغلي وهو جلس على كنبة بعيدة بأدب، وطلع دفتر رسم صغير وقلم رصاص وبدأ يرسم. حاولت ما أطالع فيه كتير عشان ما أحرجه، بس الفضول كان يدبحني. بعد ساعة تقريباً حسيت بالجوع ورحت للمطبخ وسويت ساندويشات كبدة وجبن، وسويت واحد زيادة إله. حطيت الصحن قدامه، رفع راسه وطالع فيني باستغراب، وبعدين ابتسم ابتسامة شقت وجهه وهز راسه كتير كأنه بيقول شكراً من كل قلبي. جلسنا ناكل بهدوء، كان صمت مريح مو محرج أبداً. ولما خلصنا قام بسرعة ولم الصحون وراح غسلها في المطبخ ورتب المكان قبل ما أفتح فمي بكلمة. انبهرت من أدبه ونظافته. رجع وجلس، فتح دفتره ومد إيده يوريني وش كان يرسم. شفت رسومات ولا في الخيال، شوارع الرياض، النخيل، الناس في الأسواق. قلبت الصفحة ولقيت رسمة إلي وأنا جالسة أكتب وأحضر لدروسي. التفاصيل كانت دقيقة بشكل يخوف رغم إنه رسمها بوقت قصير. طالعته وكان منزل راسه ومستحي. ابتسمت من قلبي ومسكت إيده بخفة وأشرت له إنه الأسمة تجنن. لمعت عيونه من الفرح وحسيته إنه ملك الدنيا بهالكلمة. ومن ذاك اليوم صار عبد الرحيم يجي كل يوم مع أمه وصار جزء من روتين يومي. وفي يوم تاني لاحظت إنه اللمبة في الصالة ترمش وتطفي وتولع. كنت بأطلب عامل كهرباء، لكن عبد الرحيم انتبه وقام يشد أمه بحماس. قالت لي يا بنتي شكله تعبانة ريحي شوي. جلست على الكنبة وفجأة انفجرت بالبكا وما قدرت أمسك نفسي. عبد الرحيم شافني وقام بسرعة وجلس جنبي على الأرض وطالع فيني بعيون مليانة قلق وخوف. مسك طرف كمي بلطف وبدأ يمسح على إيدي بحنان يبي يهديني. حسيت بأمان ما حسيته من زمان، كأنه بيقلي أنا هنا جنبك لا تخافي. طلعت أمه موية وهو ضل جنبي لين هديت ووقفت دموعي. بعدها طلع دفتره وكتب لي بخط واضح وجميل: أنتِ قوية يا أستاذة حياة، لا تخافي، الوالدة بتصير طيبة وأنا وأمي معك، ما نتركك. قريت الكلام وحسيت قلبي يرف. كيف واحد ما يتكلم يقدر يوصل هالمشاعر كلها بكلمات بسيطة؟ من ذاك اليوم قررت أتعلم لغة الإشارة السعودية. صرت أفتح اليوتيوب وأتعلم كلمات بسيطة: صباح الخير، شكراً، كيف حالك، أبي آكل. وفي اليوم التالي لما جاء عبد الرحيم الصبح سويت له إشارة صباح الخير بإيدي. وقف مكانه مصدوم، عيونه توسعت من الدهشة وبعدين وجهه نور من الفرح. ركض علي وبدأ يسوي إشارات سريعة وعيونه مدمعة. ترجمت لي أمه وقالت لي بيقول هادي أول مرة أحد يحاول يتعلم لغتي عشاني. حسيت إني سويت إنجاز عظيم وأنا ما سويت شي يذكر. ومن وقتها صار هو يعلمني إشارات جديدة كل يوم، هو يعلمني وأنا أقلده ونضحك لما أغلط وهو يصحح لي. صار بيننا لغة خاصة، لغة القلوب قبل لغة اليدين، وصار الوقت اللي بيقضيه عنا هو أحلى وقت في يومي كله. وهنا بدأت أحس إنه في شي يتغير داخلي. لكن هل هو مجرد تعاطف ولا امتنان ولا شي أكبر من كده؟ مرت الأيام وكل يوم يزيد قرب عبد الرحيم مني،
مو بكلام ولا بصوت، لكن بأفعال، بنظرات، بتصرفات تخليك تحس إنك أهم إنسان في حياتي. كنت أستغرب كيف واحد ما يتكلم يقدر يوصل كل هالمشاعر بصدق وهدوء بدون أي ضجيج. صرت أنتظر لحظة دخوله البيت كل صباح. أول ما أشوف ابتسامته أحس قلبي يهدأ، وكأنه الدنيا تقولي لا تخافين، كل شيء بيكون بخير. أمي كانت تتحسن شوي شوي، بس لسه تحتاج رعاية ومتابعة. عبد الرحيم صار يشارك في كل شيء، يجيب لها الموية، يساعدها تقوم، يرتب الوسائد، ويتأكد إنه الجو مريح إلها. وكل هذا يسويه بدون ما نطلب، وبأدب واحترام يخليك تحس بالفخر فيه. في أحد الأيام طلبت منه يروح معي لسوق الخضر القريب نشتري مقاضي للبيت، لأنه الثلاجة كانت فاضية تقريباً. نزلنا مشي وهو شايل الأكياس ومبسوط إنه يخدمني. وإحنا ماشيين في السوق مروا علينا شباب طايشين، وبدأوا يرموا كلام مو زين ويضحكوا بصوت عالي. عبد الرحيم ما سمعهم، لكن شاف ملامح وجهي تغيرت وحث إني اتضايقت. فجأة وقف قدامي مثل الجبل، وسترني بظهره، وطالع في الشباب نظرة حادة وقوية خلتهم يتراجعوا ويمشوا. لف علي وسألني بالإشارة: أنت بخير؟ مسكت طرف ثوبه وهزيت راسي إيه، وضغطت على يده عشان أحسسه إني ممتنة لوقفة الرجولية. في هاللحظة حسيت بشيء يهز قلبي بقوة، إحساس بالأمان، بالاحتواء، بالرجولة الحقيقية. كملنا مشينا، وإحنا راجعين مرينا على ممشى قريب فيه أشجار وزهور. جلسنا شوي نرتاح. طلع دفتره وبدأ يرسم المكان ويرسم الناس اللي يمشون. بعدها رسم رسمة إلي وأنا واقفة والهوى يلعب بعبايتي، وكتب تحتها: أجمل منظر شافته عيني. قلبي دق بقوة، وحسيت بحرارة في وجهي. لأول مرة أحس إنه أحد يشوفني مو بعينه بل بقلبه. بعد كم يوم قالت لي أم عبد الرحيم وهي مبتسمة: ترى ولدي ما عنده سيرة في البيت إلا عنك، دايم يشرح لي بالإشارة عن طيبتك وأخلاقك، ويقول إنك أطيب إنسانة شافها في حياته، وإنك تعاملينه كإنسان كامل مو ناقص. سكتت شوي وبعدين قالت: يقول إنه خايف يتعلق فيكي أكثر، بس مو قادر يمنع قلبه. كلامها هزني من الداخل. جلست أفكر في مشاعري تجاهه، هل هذا مجرد عطف ولا امتنان ولا شيء أعمق وأصدق؟ مرت أيام وأنا في حيرة، ما أدري كيف أسمي هالشعور، لين جاء اليوم اللي غير كل شيء. في ليلة من الليالي وقبل لا يروحون عطاني عبد الرحيم ورقة مطوية. أخذتها وحطيتها في درج الطاولة وقلت بفتحها بعد ما يمشون. لما طلعت الورقة لقيت راسم قلب كبير، وداخل القلب كلام مكتوب بخط يده: من يوم ما شفتك وحياتي تغيرت، أنت النور اللي دخل دنيتي الصامتة. أنا بحبك بكل ما فيني، وما أبي من الدنيا غير إني أكون جنبك وأخدمك بعيوني. قريت الرسالة ودموعي نزلت شلال. ما توقعت منه هالجرأة ولا هالصدق ولا هالعمق. قلبه كان يتكلم بوضوح، بدون تردد، بدون خوف. ثاني يوم لما جاه كان واضح عليه التوتر، كان يطالعني وينزل راسه وكأنه ينتظر الحكم. جلست جنبه وطلعت دفتره وكتبت له: أنا بعد أحس بشيء قوي تجاهك يا عبد الرحيم، بس خايفة من كلام الناس ومن المجتمع وكيف بيتقبلون وضعنا. قرأ كلامي بسرعة وكتب لي: أنا ما يهمني أحد ولا خايف من شيء، المهم أنت تكوني مرتاحة وموافقة، وأنا مستعد أسوي المستحيل عشانك. كلماته دخلت قلبي مثل الضوء في الظلام. حسيت إني لأول مرة في حياتي قدام إنسان مستعد يضحي بكل شيء عشاني، بدون شروط، بدون تردد. بعد فترة رجعت أمي من المستشفى بالسلامة، والحمد لله تحسنت كثير. فرحتي برجعتها ما توصف، لكن بنفس الوقت حسيت بغصة في قلبي، لأن عبد الرحيم ما راح يجي كل يوم مثل قبل. لكنه طمني وكتب لي: أنا بظل آجي أزوركم وأساعدكم كل ما قدرت، هذا البيت صار بيتي الثاني. وفعلاً
صار يجينا يوم ورا يوم، مرة بحجة يطمن على الوالدة، مرة يجيب لنا أغراض، مرة يصلح شي خربان، وكل مرة يجي فيها قلبي يفز قبل الباب. صرنا نتواصل بالجوال بمكالمات فيديو، نتكلم بالإشارة اللي صرت محترفة فيها، وأحياناً نرسم لبعض ونرسل صور. كانت علاقتنا هادئة، نقية، خالية من أي ابتذال أو لعب مشاعر. أمي لاحظت التغير اللي صار فيني، لاحظت ابتسامتي، هدوئي، نظرتي للحياة، وفي يوم قالت لي بصراحة: قليلي يا حياة، وش شعورك لاتجاه الولد؟ نزلت راسي وقلت: والله يا يمه ما أدري وش أقول لك، بس لما يكون موجود أحس الدنيا بخير، أحس إني كاملة. ابتسمت أمي وقالت: الحب يا بنتي ما يعرف لغة ولا يعرف شكل ولا منصب، الحب تآلف أرواح، وإذا هو شاريكي بعيونه وصانك هذا هو المكسب الحقيقي. كلامها ريحني وخلى قلبي يطمئن إن اللي أحسه مو غلط ولا عيب ولا نقص، بل حب حقيقي وصادق. بعد فترة قرر عبد الرحيم يخطبني رسمياً. جت أمه وكلمت أمي بالموضوع. أمي وافقت مبدئياً، لكن قالت: لازم نكلم خوالك وعمامك عشان الأصول. طبعاً واجهنا معارضة شديدة من بعض الأقارب، قالوا: شلون تتزوجين واحد سوداني وأصم وأبكم وإنتي معلمة وبنت حمايل؟ كلام كثير يوجع القلب ويكسر الخاطر ويحاول يهز الثقة، لكني وقفت قدام الكل وقلت بكل قوة: هذا خياري وهذه حياتي وأنا ما أبي غيره. بعد شد وجذب وإقناع طويل وافقوا على مضض، وسوينا حفلة عائلية بسيطة. كانت فرحة عبد الرحيم ما توصف، كان يطالع فيني كأني كنز، وإما تبكي من الفرح وتدعي لنا. تزوجنا وعشنا في شقة قريبة من أمي عشان نراعيها. عبد الرحيم توظف في شركة تصميم جرافيك لأنه مبدع في الرسم والكمبيوتر، وأثبت نفسه بجدارة. واليوم وأنا أكتب لكم قصتي، عبد الرحيم جالس جنبي يرسم لوحة جديدة، عايشين بسعادة وهدوء وتفاهم. رزقنا الله بنت قمر تشبه أبوها، سميناها أمل. عبد الرحيم هو اللي يرعاها ويهتم فيها بحنان يذوب الصخر. علمني أن الإعاقة مو في الجسد، الإعاقة الحقيقية هي إعاقة المشاعر والأخلاق. علمني أن الحب لغة عالمية ما تحتاج حروف ولا أصوات، تحتاج قلب صادق وإحساس رفيع. أنا أحبه لأن إنسان بمعنى الكلمة، أحبه لأن شافني بقلبه قبل عيونه، أحبه لأن خلاني أحس بقيمتي كأنثى وكإنسانة. وما ندمت لحظة إني اخترت شريك حياتي، بالعكس اعتبره أعظم هدية جتني من رب العالمين بعد صبر ودعاء. هذه كانت قصتي، حبيت أشارككم فيها عشان أقول لكم: النصيب يصيب ولو كان تحت جبل، والسعادة ممكن تجيك في صورة شخص ما توقعتي أبداً. لا تحكموا على الناس من ظواهرهم، ولا تخلوا كلام المجتمع يمشي حياتكم. اسمعوا صوت قلوبكم واختاروا اللي يريحكم ويسعدكم. وإذا قصتي عجبتكم لا تنسون اللايك والمشاركة، واكتبوا لي في التعليقات إذا مريتوا بتجارب مشابهة أو تعرفوا قصص حب تحدت الظروف والمستحيل. شكراً لأنكم عطيتوني من وقتكم، والله يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم أضعاف ما تتمنون.